السلام عليكم يا جماعة. أنا مش متخيل والله العالم بتاعنا ده كان هيوصل للي وصل له دلوقتي ده إزاي، من ماكينات وحاجات بتتحرك كتير وعربيات وطيارات من غير ما نيوتن يقول لنا ببديهية جدا كده حاجة ذكية قوي، إن مفيش جسم هيتحرك ما لم تؤثر عليه بقوة. وبعد كده يقوم رازعنا واحدة من أتقل الحاجات اللي هتسمعها في الكينيماتكس والكلاسيكال فيزيكس وأي حاجة لها عالم الحركة كله، وهو إن الإف اللي هي النت فورس يعني بتساوي الإم في الإيه اللي هي الكتلة في العجلة. بس احنا ما بنحبش نقرا القانون ده بالشكل ده. تعالى نقسم هنا على ام وهناك على ام، فهيطلع لنا الشكل العبقري ده اللي هو اساس حركه الاجسام، واللي بيقول لنا ان العجله بتساوي القوه على الكتله. الشكل ده بيقول لك انك لو اثرت على جسم ما بقوه معينه هيكتسب حاجه اسمها عجله ويبدا يتحرك. وبيقول لنا كمان ان كل ما الكتله بتاعت الجسم ده كانت كبيره كل ما كان اصعب انك تحرك الجسم ده من مكانه. يعني لو انت قدامك عربيه بيتلز مثلا وقدامك بوكس خشب، فالبوكس الخشب كتلته اصغر بكتير من العربيه البيتلز، فبالتالي لو انت اثرت على الجسمين دول بنفس مقدار القوه فاللي كتلته اكبر هيبقى اصعب انك تحركه، لان العجله اللي هيكتسبها هتبقى اصغر بكتير من العجله اللي هيكتسبها الجسم اللي كتلته اصغر، اللي في الحاله ديت هو البوكس الخشب بتاعنا. اي جسم بيبقى عنده عجله ده معناه انه بيتحرك، لان العجله دي هي عباره عن التغير في السرعه. يعني لو انت قررت تزق بوكس خشب كان ساكن واقف في مكانه، يعني سرعته بصفر، مرة واحدة أثرت عليه بقوة فبدأ يتحرك. تعال نفترض إنك لما أثرت على البوكس ده بقوة معينة خليته يكتسب عجلة مقدارها 2 متر في الثانية تربيع. الكلام ده معناه بقى إن البوكس دوت سرعته بتزيد كل ثانية 2 متر في الثانية، لان احنا زي ما قلنا من شويه العجله هي عباره عن التغير في السرعه. فانا بقول لك ان العجله بتاعته او التسارع بتاعه 2 متر في الثانيه تربيع، فالكلام ده معناه ان هو كل ثانيه سرعته هتزيد بمقدار 2 متر في الثانيه. يعني لو قلت لك بعد مرور 4 ثواني الجسم دوت هيبقى ماشي بسرعه قد ايه، ساعتها هتقول لي بما ان سرعته بتزيد كل ثانيه بمقدار 2 متر في الثانيه فبعد 4 ثواني سرعته هتكون 8 متر في الثانيه. واللي احنا عملناه ده اسمه تكامل. التكامل هو الحاجه اللي بتجيب الاريا under the curve، او بمعنى تاني هو حاجة بتجمع تغيرات لحظية حصلت في حاجة معينة في فترة زمنية معينة. في الحالة دي التغيرات اللي كانت بتحصل هو تغيرات في السرعة، والفترة كانت الزمن من 0 ل4 ثواني. وزي ما التغير في السرعة بيدل على العجلة أو التسارع، فالتغير في المسافة بيعبر عن السرعة. فنفس الكلام لو انت جبت السرعة بتاعتنا ديت وعملت لها انتجريشن او تكامل، هتقدر تعرف بعد فتره زمنيه معينه ما مدى الديسبليسمنت اللي حصل، مسافتك قطعت مسافه قد ايه، وصلت لحد فين، مشيت كام متر. طيب احنا بنعمل الكلام دوت ليه؟ عشان زي ما نيوتن قال مفيش جسم هيتحرك ما لم تؤثر عليه بقوه. فلو انت اثرت على جسم ما بقوه معينه هتقدر تجيب العجله بتاعته من القانون الثاني بتاع نيوتن. لو جبت العجله ديت اللي هي عباره عن التغير في السرعه وعملت لها انتجريشن تقدر تجيب السرعه. لو عملت للسرعه ديت انتجريشن تقدر تجيب الديسبليسمنت او البوزيشن، المكان اللي هتبقى متواجد فيه بعد ما نأثر عليك بالقوه اللي مقدارها كذا دي. احنا بقى في الدنيا بتاعتنا دي عندنا انواع كتير جدا من القوه. يعني لو طلعت فوق سطح بيتكم ورميت نفسك من فوق نقدر نقول بالميت كده ان في بتاع 3 قوى هيأثروا عليك. واحده اسمها الجاذبيه ودي هتشدك لتحت، وبما انك بتتحرك لتحت وده اتجاه سرعتك ففي قوه بتأثر في عكس اتجاه السرعه ديت اللي انت ماشي بيها واسمها الدراج فورس، او في الحاله بتاعتنا ديت هي هتبقى الاير ريزيستنس. ولما تيجي بقى خلاص هتقع على الارض وتعالى نقول انك كنت فنان قوي يعني وواقع بزاويه فهتتدحرج بقى. فانت لو مفيش فريكشن فورس او قوه الاحتكاك هتفضل تتزحلق بقى من هنا للصبح يعني. طبعا في حاجه اسمها اليونيفرسال جرافيتيشنال فورس. نيوتن قال لك كده لو في جسمين عندهم كتله الجسمين دول بيشدوا بعض، يعني انت كنت وانت نازل من فوق بتشد في الارض والارض بتشدك بنفس مقدار القوه بالظبط، ومع ذلك الارض ما كانتش بتتحرك، انت بس اللي بتتحرك، وده لان الارض كتلتها ضخمه جدا. فلما تجيب قانون نيوتن الثاني وتحسب العجله اللي المفروض الارض تتحرك بيها هتلاقي ان العجله بتاعت الارض تكاد تكون معدومه، وده بسبب ان كتله الارض كبيره قوي، فانت محتاج قوه ضخمه جدا عشان الارض تكتسب عجله تخليها تتحرك، وده عمره ما هيحصل لو انت الشخص اللي بتتفاعل مع الارض يعني. فبالتالي الارض اللي هتشدك مش انت اللي هتشدها. كده خلاص احنا معانا كل التولز اللي تخلينا نحاكي الاجسام بتاعتنا فيزيائيا. معانا البادي ودوت الجسم اللي هيبقى
ليه كتلة وعجلة وسرعة ومكان في عالمنا. ومعانا السولفر او الانتجريتور اللي هو بيشتغل كل فريم في اللعبة ويعدي على كل البوديز بتاعتنا عشان يحسب العجلة ويعمل لها انتجريشن عشان يعرف السرعة ويعمل لها انتجريشن، فهيجيب البوزيشن اللي هيبقى موجود فيه البودي بتاعنا لما نأثر عليه بالقوة دي. وبيبقى عندنا الفانكشنز اللي بتجنريت الفورس ايا كان نوعها ايه اللي هنطبقها على الاجسام بتاعتنا. زي ما قلنا احنا عندنا حاجة اسمها الدراج فورس مثلا، دي القوة اللي بتأثر على الجسم في عكس الاتجاه بتاع سرعته عشان تبطئه. لو دخلت سرشت عليها هتلاقي معادلة بسيطة تقدر تقرا المعادلة ديت وتفهمها وتطبق الكلام ده جوه الفيزيكس انجن. فالورك فلو بتاعنا بيبقى كالتالي: انت بيبقى عندك بادي عايز تأثر عليه بقوة مثلا الدراج فورس زي ما قلنا، فهتنادي على الفانكشن اللي هي بتجنريت دراج فورس وتابلاي الفورس ديت على البادي بتاعك. وفي الخلفية السولفر بتاعنا هيشتغل عشان يجيب العجلة اللي هيكتسبها الجسم بسبب القوة اللي انت اثرت بيها على الجسم دوت، وهيعمل انتجريشن ليها لحد ما يوصل للبوزيشن زي ما قلنا. وبكده احنا عملنا فيزيكس انجن بسيط جدا. طيب دلوقتي بقينا نحاكي الحركة الحمد لله وخلاص نقدر نتحرك، بس السلام ده ممل جدا، فعايزين نسبايس الموضوع شوية ونخبط في بعضينا. وبما اننا بنعمل 2D فيزيكس انجن فالاشكال بتاعتنا بسيطة جدا، يعني عندك سيركل ممكن تخبط في سيركل، او بوليجون مع بوليجون، او سيركل مع بوليجون. خلينا نبدأ بأسهل حاجة، السيركل مع السيركل. عشان تعرف ان الاتنين دول خبطوا في بعض وفي كوليجن ولا لأ، بتجيب المسافة ما بين نص الدايرة دي والدايرة دي، وبعد كده بتجمع انصاف اقطار الدايرتين. تعال نقول مثلا ان الدايرة دي كان نص قطرها 2 ودي نص قطرها 2، والمسافة من نص الدايرة دي لنص الدايرة ديت 8. فبما ان المسافة 8 ومجموع نص اقطارهم 4، يبقى مفيش كوليجن. زي ما انت شايف كده الدايرتين فعلا بعاد عن بعض. بس لما تيجي تقرب الدايرة دي من الدايرة دي هتلاقي فعلا ان المسافة بتاعتنا بقت اصغر من مجموع نص قطرهم. يعني تعال نقول ان المسافة بتاعتنا بقت 3 مثلا، فمجموع نص قطرهم هو 4، ف4 اكبر من المسافة ما بين نص الدايرة دي لنص الدايرة ديت اللي هو 3. يبقى في كوليجن زي ما انت شايف. بعد ما خلاص خبطنا في بعض بقى عايزين نريزولف الكوليجن دوت، فعايزين نبعدهم عن بعض بحيث ان هما ما يبقوش متداخلين كده، فهنبعدهم بمقدار التداخل اللي حصل ما بينهم اللي هو المسافة ما بين نقطة سي ودي، وده بيتسمى البنتريشن ديب، مدى الاختراق بتاعنا، القيمة بتاعت الاختراق دي. وعشان نجيبها محتاجين نعرف المسافة ما بين السي والدي. فانا لو معايا البوزيشن بتاع السي ومعايا البوزيشن بتاع الدي، لو طرحتهم من بعض وجبت الابسولوت فاليو فكده انا بقى معايا المقدار بتاع الاختراق دوت. طيب نجيب النقطة سي ازاي ودي ازاي؟ بتحتاج تطلع فيكتور باصص من A ل B او من B ل A، واختيارك للاتجاه ما بيفرقش قوي، هو مسألة كونفنشن مش اكتر. يعني لو اخترت اتجاه معين المفروض تكون كونسيستنت وماشي على مدار تطويرك للفيزيكس انجن دوت على نفس الاتجاه. فانا اخترت ان الكوليجن نورمال بتاعي يبقى دايما طالع من ال A ورايح لل B. المهم النقطة C ديت على حافة الدايرة A، فعشان تجيب النقطة C لو جبت النورمال اللي احنا لسه جايبينه وعملت له سكيل بالفاليو بتاعه الراديوس بتاعه الدايره ايه، وبعد كده جمعت الفيكتور دوت على البوزيشن بتاع الايه، هيوديك عند النقطه سي. نفس الكلام لو عملته مع النقطه دي، النقطه دي هي على حافه الدايره بي، فلو جبت النورمال بتاعنا بس المره دي محتاجين نعكس اتجاه النورمال دوت، بدل ما هو رايح من A ل B عايزين نخليه رايح من B ل A. فلو عكست اتجاه النورمال دوت وقمت عامل له سكيل بالراديوس بتاع البي وبعد كده جمعت الكلام دوت على البوزيشن بتاع بي، هتوصل للنقطه دي. فكده احنا جبنا البوزيشن بتاع سي ودي، لو طرحتهم من بعض وجبت الابسولوت فاليو كده بقى معانا القيمه بتاعه البنتريشن ديبث بتاعتنا. وبما اننا معانا قيمه التداخل دلوقتي، ممكن واحد يفكر ويقول احنا نختار دايره من الاثنين وناخدها ونشفتها بالمقدار بتاع الدبث اللي احنا لسه جايبينه. الكلام ده صح بس مش قوي. يعني انت عارف ان لما في شكلين بيخبطوا في بعض المفروض ان في شكل منهم هيروح في حته والتاني هيروح في عكس الاتجاه، فاحنا عايزين نحاكي حاجه زي كده. برضك انت عارف ان لو في جسم كتلته اكبر من التاني المفروض يتحرك حركه اقل منه. يعني مثلا لو الجسم ده كتلته 2 وده كتلته 8 والبنتريشن ديبث بتاعنا ب10، فعشان تعرف الجسم الصغير هيتحرك قد ايه تقدر تجيب كتله الجسم الكبير اللي هي 8 وتقسمها على مجموع كتلتهم، فهيديك في الاخر 8/10. لو ضربت النسبه ديت في البنتريشن ديبث هيديك 8، ودي القيمه اللي المفروض الجسم الصغير يتحرك بيها. اما بالنسبه للجسم الكبير فالمفروض يمشي 2 من مكانه، وده لان زي ما قلنا الجسم الكبير المفروض يتحرك حركه اقل من الجسم الصغير، فالكبير كانت كتلته 4 اضعاف كتله الجسم الصغير، فده معناه ان احنا المفروض نحرك الجسم الصغير حركه 4 اضعاف الجسم الكبير. وبس بعد ما بنحسب الديسبيسمنت بتاع التو اوبجكتس بتوعنا
بنجمع الديسبيسمنت دوت على البوزيشن بتاعهم، وبكده ده هيروح في حته وده هيروح في حته، وحاطين في الاعتبار كتله كل واحد فيهم. في نوع تاني بقى من الكوليجن ريزولوشن، بس ده حواره طويل يعني. هو الفكره بتاعته ان لو في تو اوبجكتس، واحد منهم مثلا ماشي بسرعه معينه وفي اوبجكت تاني ساكن، فقام ده خابط في ده، اللي بيحصل المفروض ان الاوبجكت اللي كان بيتحرك بسرعه بينقل بعض من السرعه بتاعته ديت لمين؟ للاوبجكت التاني، او بلغه الفيزياء يعني بنقول ان الاوبجكت الساكن دوت لما اتحرك حصل له تشينج مومنتم. وهنا هنرجع لقانون نيوتن الثاني ونقول بقى ايه، ان الاف ما كانتش بتساوي الام ايه عادي كده، لا ده كانت الاف في الدلتا تي بتساوي الدلتا بي، اللي هي عباره عن التشينج مومنتم. والمومنتم ديت هضطر اقول لك انها عباره عن قدرتك على ايقاف اوبجكت بيتحرك وليه كتله وبيتحرك بسرعه معينه. واللي انا لسه قايله ده معناه ان البي ديت عباره عن الام في الفي، وبما انها دلتا بي فهي هتبقى دلتا ام في دلتا في، ولكن بما ان الكتله بتاعتنا ما بتتغيرش ثابته والسرعه بس هي اللي بتتغير في الحاله ديت، فنقدر نقسم هنا على دلتا تي ونقسم هنا على دلتا تي، ففي الاخر هيطلع معانا ان الاف بتساوي الام في دلتا في على دلتا تي. وبما ان دلتا في على دلتا تي ده بيدل على تغير في السرعه، الكلام دوت هتعوض عنه بالعجله، فيطلع معانا قانون نيوتن الثاني اللي انت عارفه، اللي هو الاف بتساوي الام في الايه. وحوارات كتير جدا، انا ما شرحتش حاجه دلوقتي، انا بهبد، انا بهري دلوقتي معاك، وده غلط جدا، بس هنعمل ايه يعني؟ الفيديو هيطول مننا ساعه واثنين وثلاثه، وفي الاخر برضك بعد الساعه والاثنين والثلاثه مش هنلحق نشرح كل الحاجات اللي المفروض نشرحها. فزي ما انت عارف انا الفيديوهات بتاعتي عباره عن اوفر فيو بسيط، واخد بالك، بنكروت فيه الدنيا كلها. ولو حد مهتم يتعلم، المصادر اللي انا اتعلمت منها موجوده تحت، تقدر تخش تبص عليها. ولو انا اتعلمت فانت اكيد مليون في المية تقدر تتعلم، وبس كده يعني. فعشان ما نخشش في الحوارات ديت، تعال نخش على الشكل التاني بتاع الكوليجن ديتكشن، وهو انك تديتكت بوليجون مع بوليجون، اللي هو تو كوادز مثلا. يعني طبعا انت ممكن تكون سمعت عن الاي اي بي بي الجوريثم، ودي حاجه سهله جدا مش هنتكلم عنها النهارده، ومش دي الحاجه اللي انا استخدمتها في الفيزيكس انجن دوت، لان انا عايز اعمل حساب الروتيتد كوادز. فانا استخدمت الجوريثم تانية اسمها الاس اي تي او السيبريتنج اكسس ثيرم، وهو فكرته بسيطه جدا. انت بتجيب الكواد بتاعك وتطلع منه نورمالز من كل ايدج فيه، ومن نفس النقطه اللي طالع من عندها النورمال ديت بتطلع فيكتور طالع من الحته ديت ورايح لفيرتكس من الكواد التاني. بعد كده بتجيب الدوت برودكت ما بين التو فيكتورز دول، وانت عارف ان الدوت برودكت ما بين تو فيكتورز لو متوازيين وفي نفس الاتجاه ما فيش ما بينهم زاويه، فالقيمه بتاعت الدوت برودكت ديت بتبقى بواحد. وطبعا لو في فيكتور منهم مش نورماليزد بتبقى اكتر من واحد، بس المهم انها بتبقى موجب. ولو التو فيكتورز دول بيربنديكولار او متعامدين بيبقى الدوت برودكت ما بينهم بزيرو. ولو التو فيكتورز دول بيبقوا متوازيين ولكن في عكس الاتجاه، فقيمه الدوت برودكت بتبقى بسالب واحد او اصغر لو في فيكتور منهم مش نورماليزد زي ما قلنا، لان زي ما انت عارف الدوت برودكت هو بيبروجكت فيكتور على فيكتور تاني. فبكل بساطه الالجوريثم بتقول لنا لو انت خدت الدوت برودكت ما بين التو فيكتورز دول والفاليو بتاعتنا طلعت بالسالب، فده معناها ان في كوليجن حصل. ولو هما في نفس الاتجاه والدوت برودكت بتاعنا بموجب، فده معناها ان مفيش كوليجن زي ما انت شايف كده. وطبعا انت بتكرر الموضوع دوت لكل الفيرتيسيز بتاعت الكواد التاني مع كل الايدج نورمالز اللي في الكواد الاول. يعني كل ايدج نورمال من اللي انت شايفهم دول بتتشيك الدوت برودكت بتاعه مع كل فيرتكس من الكواد التاني، وبعد ما بتتشيك كل الفيرتيسيز مع الايدج نورمالز بتاعت الكواد الاول بتعمل العكس بقى، بتطلع الايدج نورمالز من الكواد التاني وتتشيك كل الايدج نورمالز دول مع كل الفيرتيسيز من الكواد الاول. وبس هي دي الاس اي تي الجوريثم. شوف بقى كل الهري اللي هريناه من اول الفيديو دوت، ولعبه البلياردو اللي احنا هنعملها، اللي المفروض الفيديو ده معمول عشانها، مش تستخدم غير بتاع 3 4 حاجات من كل الكلام اللي اتكلمنا فيه من شويه. يعني احنا مثلا عايزين نضرب الكره البيضاء، فاحنا عايزين لما نكليك بالماوس في حته وندراج الماوس بتاعنا نجنريت فيكتور، وكل ما تحرك الماوس بتاعك اكتر كل ما الفيكتور بتاعنا هيبقى اطول. عايزين بقى نابلاي الفيكتور دوت كحاجه اسمها امبولس على الكره البيضاء. فاحنا قلنا ان الامبولس عباره عن التشينج مومنتم، اللي هي عباره عن الام في الدلتا في. فلما بتابلاي الامبولس ديت على اوبجكت معين، اللي بيحصل ان انت بتغير في سرعه الاوبجكت دوت على طول من غير ما تمشي في الطريق اللي احنا اتكلمنا عنه في البدايه، بتاع انك تاثر على جسم بقوه وبعد كده تجيب العجله وبعد كده تعمل لها انتجريشن وكل الهري ده. لا، الامبولس على طول من قانونها بتساوي الام في الدلتا في. فلو قسمت هنا على ام وهنا على ام هيطلع في الاخر ان
الامبلس على الام بتساوي الدلتا في. فانت لما بتابلاي الامبلس ديت على اوبجكت معين، اللي بيحصل انها بتخش تغير في سرعته على طول، يعني تغير لحظي في السرعه. عشان كده اول ما بتابلاي الامبلس ديت على الكره البيضاء بتقوم طايره مره واحده ومخبطه في الدنيا حواليها. وطبعا لما الكره البيضاء بتخبط في بقيه الكور التانيه، المفروض اللي بيحصل ان الكوليجن ريزولوشن بتاع الحته ديت اللي احنا برضك ما اتكلمناش عنه عشان الموضوع كبير قوي. كل اللي بيحصل ان احنا بنحسب الامبلس اللي هتبقى موجوده لما الكره البيضاء تخبط في كره تانيه ساكنه او كانت بتتحرك. لما الكره البيضاء تخبط في كره تانيه، المفروض اللي يحصل ان الكره التانيه ديت لو هي كانت واقفه بتتحرك في اتجاه، والكره البيضاء بتروح في عكس الاتجاه دوت. فهو ده بالظبط اللي بيحصل. فالفانكشن ده بتريزولف الكوليجن عن طريق انها بتشوف الكوره البيضاء لما تخبط في كوره تانية الامبلس اللي هتبقى موجوده هتبقى قد ايه، وبنجيب الدايركشن بتاعها وبنابلاي الامبلس ديت على الكوره البيضاء في اتجاه، والكوره التانية اللي خبطت فيها في عكس الاتجاه ده. وطبعا مش عايزين ننسى نحط فريكشن فورس على الكور بتاعتنا، لان لو ما عملناش كده الكور بتاعتنا هتفضل تتحرك الى ما لا نهايه، عمرها ما هتقف خالص. في بقى عندنا في الانيشاليز فانكشن ده بنinitialize الحاجه بتاعت اللعبه بتاعتنا، يعني كرييت الترابيزه ونحط لها مثلا الفور ايدجز بتوعها، وكل ايدج من دول هيبقى عباره عن بوكس كولايدر، وهنخليه ريجيد بودي عشان نقول له يعني ان هو يتفاعل مع الفيزياء بتاعت العالم بتاعنا. اما بالنسبه للفانكشن اللي بتكريت الكور بتاعتنا، فهي بتاخد مننا اري هتخزن فيها الكور بعد ما تعملها، وعدد الروز اللي احنا عايزينهم في الترابيزه. لو لعبت بلياردو قبل كده فهتلاحظ ان عدد الصفوف في ترابيزه البلياردو بتبقى فيها عدد من الكور بالاندكس بتاع الصف دوت. يعني الصف الاول بيبقى فيه كوره، الصف الثاني فيه 2 3 4 5 بس. فاحنا لو عايزين نزود عدد الكور بتاعتنا نزود عدد الصفوف. وطبعا كل كوره بنعملها بنديها سيركل كولايدر كومبوننت عشان نخليها تتفاعل مع الفيزياء بتاعت العالم ونشغل الكوليجن ديتكشن. وما تنساش ان كل الكور ديت عباره عن ريجيد بوديز، اللي هي يعني البودي بتاع الفيزيكس اللي بيشغل المحاكاه بتاعت الفيزياء بتاعتنا على الكور ديت. وبس، يعني هي دي لعبه البلياردو البسيطه بتاعتنا. انا مش مبسوط بصراحه. سلام. هو في ايه انا كنت داخل اشوف الارض مسطحه ولا لا؟ ايه كل ده؟ وايه كل الكور دي؟